السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الولايات المتحدة الأمريكية زادت بعدد ممثليها الدبلوماسيين في مجلس الأمن خلال جلسة اليوم التي تعتبر مصيرية وحاسمة في مشروع القرار الجزائري الذي يجبر إسرائيل والولايات المتحدة من وقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفح. فقد وزعت الولايات المتحدة الأمريكية قراراً منافساً لمجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة يدعم وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في قطاع غزة بعد رفض القرار المدعوم من العرب بوقفها نهائياً لأسباب إنسانية في القطاع الذي يمزقه الصراع الصهيوني. ويهدف مشروع القرار الأمريكي إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت في أقرب وقت ممكن يتطلب إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تم احتجازهم من إسرائيل بعد هجوم حماس، ويدعو إلى رفع جميع العقوبات والقيود المفروضة على تسليم المساعدات الإنسانية. ويؤكد القرار المقترح بأن الهجوم البري الإسرائيلي الكبير على مدينة رفح بجنوب غزة لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية، ويحذر من أن المزيد من نزوح المدنيين بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى البلدان المجاورة في إشارة إلى مصر سيكون له آثار خطيرة على الأمن والسلام الدولي. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.